السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ جولة رابعة ومباراة النادي الأهلي وغزل. النادي الأهلي بدأ المباراة دي بعض التغييرات في التشكيلة بتاعته، أهمها وأبرزها طبعا حضور كابتن وقائد الفريق محمد الشناوي على حساب مصطفى شوبير. مصطفى شوبير كان في المباريات السابقة بدأ بشكل أساسي، لكن كان ليه أخطاء سواء دفاعيا سببت أهداف على النادي الأهلي أو هجوميا في بناء اللعب والتمرير لزملائه في بداية الهجمات. التغييرة الثانية عمر كمال عبد الواحد على حساب محمد هاني اللي طرد في المباراة السابقة. التغييرة الثالثة في تشكيلة النادي الأهلي كانت ظهور ديانج في منتصف ملعب النادي الأهلي كديفندر. والتغييرة الأخيرة طبعا جراديشار كرأس حربة للنادي الأهلي. النادي الأهلي بدأ المباراة بضغط كامل وقوي على نادي غزل المحلة، وقابله في الجهة المقابلة من نادي غزل المحلة طبعا دفاع مستميت. النادي الأهلي كان بيحاول في بنائه اللعب، طبعا تعويض مرعي ببيكم في الكرات الطولية أو بناء الهجمات، تمريرة من شوبير سواء على جبهة بيكم أو كريم فؤاد. زي ما قلنا قبل كده، مشكلة النادي الأهلي في بناء اللعب واضحة جدا. عايز تعمل مشاكل النادي الأهلي اضغط على كريم فؤاد أو على الجبهة بتاعت بيكم في بناء اللعب. النادي الأهلي طبعا ما قابلش الضغط ده بشكل كافي طبعا من نادي غزل المحله، ان هو كان بيحاول يدافع اكتر، لكن لاحظنا ان جريندو كان بيلعب وكان بيحاول يركز في الحته دي مع النادي الاهلي عشان يسبب اخطاء. احد نجوم المباراه كمان من نادي غزل المحله هو يحيى زكريا، كان مقدم مباراه ممتازه جدا. لعيب نادي غزل المحله كان بيعتمد عليه في بناء اللعب، لعيب تحت الضغط لا يتاثر، بيقدر يخرج الكره بسلاسه، بيقوم بادواره الدفاعيه كويسه جدا، التغطيه العكسيه داخل ال 18 مع زملائه. يمكن كانت ملحوظه خفيفه جدا ان النادي الاهلي كان بيستغل بعض الكرات اللي ما بينه وما بين شوشه، السقطه طبعا العاليه دي كانت ممكن تسبب بعض الخطوره على نادي غزل المحله. لكن مجملا هو احد نجوم طبعا المباراه، بالاضافه طبعا لعامر عامر، لكن من وجهه نظري انا يحيى زكريا كان يستاهل ياخد نجم المباراه. النادي الاهلي كان بيحاول ان هو يلعب على الجبهات وخاصه الجبهه اليمنى، اللي مع مرور الوقت لقينا انه زيزو بيميل على تريزيجيه وعمر كمال عشان يعملوا جبهه على يحيى زكريا، لانه الدفاع طبعا من ناحيه ساندي شويه او مسانده دفاعيه ما كانش احسن حاجه، وده كان ممكن يسبب في بعض اللحظات بعض المساحات على الطرف الايمن اللي النادي الاهلي حاول يعمل منه عرضيات كتير. في اثاره كمان في النادي الاهلي هي وجود ديانج لعيب دفاعي قوي جدا، لكن لعيب في بناء اللعب ادواره ضعيفه جدا. النادي الاهلي بيخسر بسبب النقطه دي احد اللاعبين المنتصف الملعب الهجوميين زيزو او بن رمضان اللي بينزلوا عشان يحاولوا يبنوا لعب. فالنادي الاهلي بيخسر الكثافه دي، جراديشار بيلاقي نفسه في منتصف الملعب وحيد، يعني زيزو بيميل على الطرف، بن رمضان بينزل عشان يبني الهجمه. جراديشار لعيب ممتاز برغم ده كله، بيقدر ان هو يصنع فرص لزمايله ويكون محطه ممتازه في بناء اللعب او صناعه الفرص. لكن الكثافه الهجوميه النادي الاهلي محتاجها مع الكثافه الدفاعيه اللي النادي المحله عاملها ما كانتش طبعا بتجد صعوبه من نادي غزل المحله ان هو يتفوق ويفسد الهجمات من عمق، خاصه ان وجود زيزو في العمق غير مؤثر في صناعه اللعب زي وجوده على الطرف. عشان كده النادي الاهلي ابتدى يستعين باستراتيجيه جديده، هو انه يستعين بالباكات بتاعته سواء عمر كمال او كريم فؤاد ان هم يخشوا العمق هم عشان يستلموا ويقوموا ببناء اللعب، والنادي الاهلي ما يخسرش بن رمضان في الحته التكمله الهجوميه او الحته الهجوميه بتاعته خلف جراد الشار. الناحيه الثانيه غزل المحله كان بيحاول ان هو يعوض ده بانه كان بيزيد الحته الدفاعيه بتاعته، بان هو بيحاول ان هو يضغط اكتر على الحته بتاعت بن رمضان عن طريق نجم من نجوم برضه غزل المحله موري تورينو، لعيب ممتاز جدا في الضغط العكسي او في اللعب، الخروج بالكوره او الاستحواذ على الكوره والخروج. وده سبب مشاكل جدا كبيره جدا لبن رمضان، ما كانش لاقي متنفس وتسبب ان هو يحصل على انذار وكمان يخرج من المباراه، لانه النادي الاهلي ابتدى يخاف ان هو يطرد. بمرور الوقت بقى النادي الاهلي لاحظ ان يحيى زكريا هو النادي المحله بيحاول يعتمد عليه في الخروج، فابتدى ان هو يضغط ببن رمضان او يميله على الجبهه الثانيه عشان يفسد الحته بتاعت بناء اللعب للجبهه اليسرى بتاعت نادي غزل المحله. الجبهه اليسرى دي كان فيها حوالي تقريبا 4 لاعبين بيميلوا على بعض، سواء عرفان او يحيى زكريا او صندي او مولتون. فمع مرور الوقت طبعا النادي الاهلي ابتدى يستمر في الضغط. النادي الاهلي هو اللي طبعا كان ليه فرص في الشوط الاولاني عكس نادي غزل المحله، استغلال او محاولات الكور الثابته كتير من النادي الاهلي، لكن ما كانش ليها فعاليه كتير قوي غير من العرضيات. كان تقريبا في فرصتين لزيزو، واحده الكره العاليه اللي اتلعبت
زي ما قلت لكم في الحته ما بين شوشه ويحيى زكريا، وزيزو عملها خارج الملعب، الرأسيه بتاعت العرضيه اللي استقبلها زيزو، وفرصه لجراديشار طبعا من الكره الثابته اللي استردت له وسددها خارج الملعب. مجملا نادي غزل المحله قدم مباراه دفاعيه في الشوط الاولاني ممتازه، والنادي الاهلي حاول كتير جدا لكن كان ينقصه بعض الحاجات. استمر كده الوضع في الشوط الاولاني، استمر عليه الوضع في الشوط الاولاني، الاهلي بيضغط ونادي غزل المحله بيقابله بطريقه دفاع مستميت. بدا الشوط الثاني بتغييرات هنا وهنا، نادي غزل المحله ابتدى يعمل تنشيط شويه هجومي وشويه دفاعي. الدفاعي كان عن الطرف الايمن معاذ عبد السلام بينزل عشان يقوم ادوار باك رايت عشان يحاول ان هو يحد من خطوره بن شرقي على الطرف ده. ابتدت الجبهه دي تبقى انشط في الشوط الثاني، ابتدى بن شرقي يضغط وحيدا مع نزول كوكا. كوكا طبعا كان نزوله عشان يفادي النادي الاهلي الحته بتاعت النقص العددي في وسط الملعب، لانه لما بينزل بن رمضان او زيزو الحته الهجوميه بينقص فيها لاعب. زيزو بيميل على الطرف، بن رمضان بينزل عشان يبني الهجمه، فابتدى النادي الاهلي يعوض ده بنزول كوكا هو ببناء اللعب، لانه عنده خبره كباك رايت في منتصف الملعب ولعب في منتصف الملعب كتير. بالاضافه انه ابتدت النادي الاهلي يحاول ان هو يستعين بالجبهه اليمين او الجبهه الشمال في الحته بتاعت الزياده في منتصف الملعب. ابتدينا نشوف الباك رايت بتاع النادي الاهلي بيقوم بالزياده في منتصف الملعب، بيقوم بالتكمله الهجوميه مع ميل طبعا المدافع الايسر منتصف الملعب ان هو بيشارك في بناء اللعب. فيحاول النادي الاهلي ان هو يقوم بالكثافه الهجوميه قليلا، لكن برضو استمرت الحته دي فاضيه لانه جراديشار بينزل فالبوكس بيبقى متفرغ من راس الحربه، برغم انه بيميل احد الباكات او احد الجناحات بتاعت النادي الاهلي داخل ال 18، لكن برضو كان بيبقى العدد قليل. المفروض ان انا بلاقي راس الحربه وخلفه الجناح وخلفه صانع اللعب على حرف 18 او داخل 18 فيعملوا كثافه، لانه استقبال العرضيات دي هيكون ضعيف جدا لو مفيش الكثافه اللي الاهلي محتاجها. النادي الاهلي حاول بعد كده يقوم بتغييرات زي نزول طاهر مكان بن شرقي. التغيير ده كان بالنسبه لي غريب شويه من وجهه نظري، لانه بن شرقي كنت شايف ان جبهته انشط بكتير من جبهه تريزيجيه. الراجل بيشتغل لوحده من غير الباك ليفت بتاعه، لكن الباك ليفت بتاعه كان ليه ادوار تانيه في منتصف الملعب. فابتدى النادي الاهلي يستعين بطاهر من الجبهه اليمين، وابتدى تريزيجيه يرحل للجبهه اليسرى، لكن برضه نشاط تريزيجيه ما كانش بالطريقه الكافيه. مش كده النادي الاهلي استعان بالشحات. الشحات النادي الاهلي كان محتاجه في المباراه دي، امثال لعيبه زي الشحات وطبعا لعيبه زي قفشه من وجهه نظري او امام عاشور، لعيبه بتقدر ان هي توجد الحلول، تخش العمق، تستخدم مهارتها في صناعه اللعب او التسديد. النادي الاهلي كان حل من الحلول ما شفناهوش غير تقريبا من تسديد الداري اللي جت في العارضه. رضا مع نزوله طبعا من منتصف الملعب، الراجل ابتدى ان هو يهرب من الرقابه بتاعت نادي غزل المحله في منتصف الملعب عشان يوفر مساحه دلوقتي في بناء اللعب للنادي الاهلي. لكن حته الحل بتاعت لعيب منتصف الملعب ان هو يحاول يسدد او ان هو يحاول ان هو يصنع اللعب زي الامكانيات اللي كانت عند قفشه، من وجهه نظري ان هو ينزل كان هيغير من مجريات اللعب كتير، لان نزول شريف لعيب بوكس، لعيب متحرك، لعيب مزعج، محتاج صانع لعب بقى. بروفايله مختلف عن زيزو. زيزو امكانياته بتظهر على الطرف فقط، لكن امكانياته في منتصف الملعب من وجهه نظري ضعيفه جدا واضعف من لعيبه كتير زي قفشه. انت حتى لو استعنت بالشحات في منتصف الملعب اعتقد ان تاثيره هيبقى كبير، بس انت بتحاول تعوض حته خساره لعيب زي امام عاشور في منتصف الملعب، لعيب بيجيد التسديد، بيجيد التمرير، بيجيد المراوغه كمان. دي وجهه نظري انا الفنيه، لكن وجهه نظر المدير الفني بتاع النادي الاهلي اكيد مختلفه. اكيد هو شايف الحته بتاعت الملعب بتاعته او التمرينات وجهه نظر، لكن دي وجهه نظري انا فقط. النادي الاهلي كمان ابتدى ان هو يحاول ان هو يستعين بالحته بتاعت ان هو ينشط الجبهه اليمين والشمال لحاولت العمل العرضيات او اكتساب الكور الثابته واستغلالها، لكن استغلالها كان ضعيف جدا. بالعكس نادي غزل المحله هو اللي تقريبا كان ليه فرصتين في الشوط الثاني من كور عرضيه، كانت تقريبا واحده منهم لجريندو، لعيب متحرك، لعيب نشط في الطرف الايمن والايسر، يحاول يضغط وعمل مباراه من وجهه نظري رائعه في حته الضغط على الدفاعات النادي الاهلي في حتى في بناء اللعب. استمر الوضع كده، وابتدى النادي الاهلي يختفي المجهود البدني بتاع الجناح بتاعته، سواء طاهر اللي كان مختفي تماما لان هو وزيزو لعيبه مساحات، ومع وجود المساحات هيظهروا، مع اختفاء المساحات هيبقى الموضوع صعب عليهم. على عكس الشحات اللي كان ليه بعض اللمسات او بعض التمريرات الربط ما بينه وبين شريف كان افضل فنيا شويه، وكان ممكن يخلق فرص النادي الاهلي يحرز منها اهداف. لكن استمر الوضع كده، ابتدى النادي غزل المحله يقوم بادوار او بتغييراته في ادوار الدفاعيه شويه لتنشيط
مع هبوط الريتم مع بعض اللاعبين زي نزول عبد الغني مكان طبعا نجم الشاب طبعا. بالنسبه لي نجم لانه قدم مباراه ممتازه على النادي الاهلي وعلى عتاوله في منتصف ملعب النادي الاهلي. لاعب محمود مجدي لعيب رائع جدا، وابتدى ان هو يضغط على النادي الاهلي سواء على الاطراف او في عمق الملعب، وكان بيضغط بالتبادل مع موري توريه على بن رمضان في بناء اللعب. كمان تقريبا التغييره الثانيه لنادي نزول عماد متعوب، تغييرات نادي غزل المحله تقريبا كانت كلها مركز بمركز، تغييرات ما فيهاش يعني تغيير في ستايل اللعب او ان هو نادي غزل المحله ان هو بيحاول يهاجم او حاجه، لكن هو مجرد اعتماده على الكور العاليه. حتى انه كان لعيبه نادي غزل المحله في المرتدات كان اللعيب تقريبا بيلاقي نفسه وحيد في منتصف الملعب او على الاطراف بدون المسانده الكافيه. فتغييرات نادي غزل المحله كانت مجرد تغييرات تنشيطيه فقط. تقريبا تغييرات النادي الاهلي كانت تقريبا مماثله، انت بتلاعب لعيب مركز بنفس المركز حتى لو اتغير من طرف او الطرف اليمين للطرف الشمال، لكن هي نفس التغييرات. انت كنت محتاج انك تنزل لعيب بروفايل مختلف صانع لعب زي قفشه زي ما قلنا، او انك تدخل محمد شريف مع جراديشار لعيب بينزل لعيب بيبقى جوه البوكس، او حتى ان هم يبقوا اثنين لعيبه بيستقبلوا العرضيات، خاصه نادي غزل المحله مش قايم بدور ضغط عالي على النادي الاهلي او بيحاول ان هو يبادل النادي الاهلي الهجمات. لكن المقبل فنيا النادي الاهلي يمكن الاخطاء تقريبا يعني مستمره زي ما هي، وحته التغييرات الفنيه على بسيطه جدا ما اسفرتش عن تغيير كبير في شكل النادي الاهلي او ادائه، عشان النادي الاهلي يخسر نقطتين كمان في المنافسه قبل مباراه مهمه جدا وهي مواجهه الاهلي وبيراميدز في قمه الاسبوع الجاي.